ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا انا متضايق جدا جدا بسبب انقطاعي الفتره اللي فاتت ديت، واكيد انتوا حاسين ان انا مقصر جدا في عمل فيديوهات، وده بسبب ضغط الشغل الجامد جدا عليا، بسبب ان انا ببقى ماسك حاجات كتير جدا في الشغل، او انا المسؤول عن حاجات كتير جدا في الشغل. فعلشان كده ما بقدرش ان انا انزل فيديوهات بصوره كبيره او بصوره منتظمه. فان شاء الله اليومين الجايين دول باذن الله هحاول ان انا انتظم في نزول الفيديوهات. وعلشان ما اطولش عليكم تعالوا نخش في الفيديو على طول. وهو النهارده معانا موبايل جديد من شركه سامسونج، هو السامسونج الاي 34. الموبايل ده فيه مميزات وفيه عيوب هنتكلم عليها بالتفصيل، ولكن قبل ما نتكلم في الموبايل او نتكلم في مميزات وعيوب الموبايل، عاوزين نتكلم عن ازاي تقدر تقسط الموبايل بكل سهوله وبكل سلاسه من موبيتك. ففي فروع موبيتك انت تقدر تقسط الموبايل عن طريق حاجتين، وهي البطاقه الشخصيه او فيزة المشتريات. فيزة المشتريات دي طبعا عن طريق البنوك، وطبعا بتبقى بدون فوائد نهائيا، يعني بتبقى زيرو فوائد وكمان زيرو رسوم. نرجع بقى للوسيله الاولانيه وهي البطاقه. حضرتك بتزور الفرع وبعد كده بيبدا السيلز في اجراءات الاستعلام، والموضوع كله بياخد 10 دقائق، وبعد كده بينزل لك الليميت اللي انت بتقدر تقسط من خلاله، وبتقسط من 6 شهور لغايه 36 شهر. ده طبعا زي ما انت عايز، يعني انت بتتحكم في عدد الشهور اللي انت بتقسط من خلالها، وتقدر تقسط اي منتج من اختيارك ايا كان بقى، سماعات ايربودز او سمارت ووتش او موبايلات، اجهزه منزليه، ايا كان انت محتاجه تقدر تقسطه من فروع موبيتك. ولو انت حابب ان انت تستفسر عن اي حاجه تخص التقسيط عموما، ممكن تتابعنا على صفحه الفيسبوك، وكمان ممكن تتابعنا على رقم الواتساب وببقى سايبه في الديسكريبشن. يعني الموضوع بيبقى سهل جدا بالنسبه لك. تعالوا بقى نعمل انبوكس سريع كده للموبايل ونشوف محتويات الكرتونه، وبعد كده نتكلم عن الموبايل بالتفصيل. اول حاجه نتكلم فيها عن الموبايل وهو التصميم. فالموبايل جايب تصميم بالكامل من البلاستيك، وده المعتاد من شركه سامسونج، اللي بتنزل بظهر من البلاستيك في الفئه المتوسطه، ولكن سعر الموبايل طبعا هو فوق ال 10000 جنيه. فالموضوع طبعا كان المفروض يبقى افضل من كده. والموبايل مقاوم للماء والغبار بشهاده IP67 لغايه 1 متر ولمده 30 دقيقه، لكن طبعا انا ما انصحش اي حد ان هو يجربه وينزله في الميه. وبالنسبه للشاشه، فالموبايل جايب نوتش في منتصف الشاشه، وجاي من نوع سوبر اموليد، وجاي بمساحه 6.6 انش بجوده فول اتش دي بلس، بدقه 1080 في 2340 بكسل، بمعدل كثافه بكسلات 340 بكسل لكل انش، مع دعم الشاشه بمعدل تحديث الاحدث وهو ال 120 هرتز. فده طبعا بيديك تجربه سلسه جدا في السكرول اب والسكرول داون. موبايل سامسونج يا جماعه اي 34 نازل بنسختين. اول نسخه معانا وهي 8 جيجا رام مع ذاكره 128، والنسخه الثانيه نازله برضو 8 جيجا رام ولكن الذاكره 256 جيجا، مع قابليه ان انت ممكن تدخل كارت ميموري او تزود الذاكره الداخليه عن طريق كارت ميموري بمكان منفصل عن الشريحتين. وبالنسبه للاداء، فالموبايل جايب معالج من نوع ميديا تك ديمينستي 1080 بتقنيه 6 نانو، مع معالج رسومي مالي جي 68 MC4. المعالج ده طبعا قوي جدا، هيديك اداء فوق الممتاز في لعبه زي لعبه بابجي، وكمان مع تردد الشاشه الاعلى اللي هو ال 120 هرتز هتلاقي ان اللعبه سموث جدا معاك، وان اللعبه سلسه جدا وانت بتلعبها، يعني مش هتلاقي فيها تقطيع، مش هتلاقي فيها تهنيج ولا حاجه. وبالنسبه للكاميرات، فالموبايل جايب كاميرا اماميه بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2، وجايب كاميرا خلفيه ثلاثيه. اول كاميرا معانا جايب دقه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8، ودي الكاميرا الاساسيه، وكمان فيها مثبت بصري. اما الكاميرا الثانيه فجايب دقه 8 ميجا بكسل بفتحه
بفتحه العدسه f 2.2 ودي الخاصه بالتصوير الواسع او الالترا وايد. اما الكاميرا الثالثه فجايه بدقه 5 ميجا بكسل بفتحه العدسه f 2.4 ودي الخاصه بالتصوير الماكرو. والجميل في الموبايل انت تقدر تصور فيديوهات بجوده 4K. وبالنسبه لوسائل الامان فالموبايل بيدعم بصمه مدمجه مع الشاشه وكمان بيدعم خاصيه الفيس انلوك. بالنسبه للبصمه فالبصمه لحد ما سريعه جدا، انا صراحه ما قابلتش فيها اي مشاكل وانا بستخدمها، البصمه كانت بتستجيب بسرعه جدا. وبالنسبه لنظام التشغيل فالموبايل جاي بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهه سامسونج One UI 5.1. برضه يا جماعه قبل ما انسى من مميزات الموبايل او الحاجات طبعا اللي بتعجبني جدا في الموبايل وهو صوت الموبايل او صوت السبيكر الخارجي للموبايل. صوت يا جماعه الموبايل هنا جاي بسماعات سبيكر ستيريو، فدي طبعا بتبقى ميزه كويسه جدا لما تيجي تسمع اي حاجه عليها. فتعالوا مع بعض كده نسمع مثلا قرآن ونشوف. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. زي ما انتوا سمعتوا كده يا جماعه صوت الموبايل فعلا جميل جدا جدا جدا. وعموما برضه عشان في ناس ساعات بتسالني هو مين القارئ اللي بيقرا دوت، فده عموما ده صوتي، وانا ببقى سايب لكم لينك القناه الثانيه للقران في الديسكريبشن اللي يحب طبعا يشترك فيها، فده طبعا يكون شرف ليا كبير جدا. تعالوا بقى نتكلم عن اخر حاجه تخص الموبايل وهي البطاريه. فالموبايل جاي ببطاريه بسعه 5000 ملي امبير، وكمان بيدعم الشحن السريع بقوه 25 واط بمدخل تايب سي مش USB. لكن طبعا اللي ما عجبنيش في الموبايل ان الموبايل بينزل بدون هيد او بدون راس شاحن عشان تقدر تشحن بيها. يعني انت لما هتيجي تشتري الموبايل هتشتري الموبايل وكمان هتشتري معاه راس شاحن عشان تقدر ان انت تشحن بيها الموبايل. كده يبقى احنا اتكلمنا عن كل حاجه تخص الموبايل من مميزات ومن عيوب، يعني اتكلمنا في كل حاجه. تعالوا بقى نتكلم عن سعر الموبايل. سعر الموبايل في النسختين، او النسخه اللي هي 8 جيجا رام مع ذاكره 128 دي هيبقى سعرها 11000 جنيه، لكن النسخه الثانيه اللي هي ال 8 جيجا رام مع ذاكره 256 هيبقى سعرها حوالي 12000 جنيه. طبعا لو انتوا حابين تسالوا عن اي حاجه تخص الموبايل او تخص انظمه التقسيط عموما ممكن تكتب لي كومنت او تكلمني على ارقام الواتساب، تتابعني على الفيس، تتابعني على الانستجرام، اللي انت عايزه. انا ببقى سايب كل حاجه تقدر تتابعني بيها او توصل بيها ليا في الديسكريبشن. ولو الفيديو عجبك طبعا ما تنساش انت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد ينزل على القناه اول باول. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.